سلام عليكم. تفاحتين، شوية سكر، بيضة صغيرة، وعجينة باف بيستري عشان نعمل منهم الجمال ده. تعالوا كده نسمع الصوت. طبعا حاجة كده احفظي الفيديو ده لانك هتحتاجيه لما تكوني عايزة تعملي حلويات سهلة وسريعة ونتيجتها بالمنظر اللي حضرتك شايفه. اول حاجه هبتدي ان انا اتخلص من الجزء اللي قدام والجزء اللي ورا من التفاحه بتاعتي، وبعدين هبتدي ان انا اقطعها لشرائح متساويه. انا هنا بقطع الشرايح بتاعتي بسمك متوسط، تقدري تتحكمي في السماكه زي ما حضرتك عايزه تماما. هبتدي ان انا اتخلص من الجزء اللي في النص. لو ما عندكيش الاداه دي مفيش اي مشكله، السكينه هتكون كافيه جدا عشان توصلك لنفس المنظر. بعد كده هبتدي ان انا اجيب السكر بتاعي وهحط عليه شويه قرفه. لو حضرتك مش من محبي القرفة ممكن تستغني عنها تماما، ولكن هي بتليق جدا مع التفاح. هبتدي بقى ان انا اقلب خليط السكر والقرفة كويس قوي، وبعدين هحط فيهم شرايح التفاح. هغمسهم كويس قوي بحيث يعني يجي على التفاحة كلها سواء من فوق من الجنب. بردك لو حضرتك مش من محبي القشر بتاع التفاح ممكن ان حضرتك يعني تشيليها تماما. بعد كده بجيب عجينة الباف بيستري اللي بتكون باردة شوية طبعا عشان خاطر الزبدة بتاعتي ما تكونش سايحة وتقدر ان هي تكبر في الفرن، وبشوف شريحه التفاح بتاعتي قد ايه عشان اقطع عجينه الباف بيستري اكبر منها شويه. طبعا هديها رولة كده سريعه سواء من الطول او من العرض بتاعها بحيث ان انا اوصل للسمك اللي انا عاوزاه. هقطع بقى عجينه الباف بيستري على 4 مربعات، وهبتدي ان انا اشيل المربعات اللي انا مش محتاجاها دلوقتي، وهمسك بس المربع اللي انا هشتغل فيه. هنقطع من عند الكورنر سواء من الناحيه اليمين او الناحيه الشمال، وهسيب جزء في النص مش مقطوع، وبعدين هكرر ده عند ال4 كورنرات. طبعا اكيد الفيديو موضح اكتر بكتير من اللي انا بقوله. بعد كده بفصل الجزء اللي عند الكورنر في ال4 جهات برضو عشان لما اجي اشدهم يبقى سهل عليا. بعد كده هبتدي ان انا اجيب شريحه التفاحه اللي احنا حطيناها في القرفه والسكر واحطها في النص، وهجيب بقى كل مثلثين قصاد بعض واشدهم شويه كده والزقهم في بعض. الجزء بقى اللي في النص ده ممكن ان احنا نحط فيه مثلا تشوكلت شيبس، ممكن تحطي فيه زي كده زبيب، يعني اطلقي لخيالك العنان. شايفين شكلها حلو ازاي؟ هبتدي بقى ان انا ارصهم في صينيه الخبز بتاعتي، طبعا يكون في ما بينهم مسافات، وهجيب البيضه بتاعتي وعليها طبعا الفانيليا عشان خاطر تقضي على اي ريحه، وبعدين هبتدي ان انا اضربهم كويس قوي. هنا بقى هبتدي ان انا ادهن كل الاجزاء الباف بيستري الباينه، طبعا سواء الجزء اللي فوق او كمان حتى الجزء اللي باين من المربع اللي تحت. اخر حاجه قبل لما تدخل الفرن هحط لها شويه قرفه وسكر من الخليط اللي احنا عملناه مسبقا، وبعدين على فرن مسخن مسبقا على 200 درجه مئويه. تحتاج فرن عالي عشان تخرج بهذا الجمال. بسيبهم شويه يبردوا عشان خاطر لو شلتيهم وهم سخنين ممكن ان هم يتكسروا منك. وممكن بقى تضيفي كده اضافه اخرانيه من السكر البودره على الوش، طبعا يعني كتزيين مش اكتر، ممكن تستغني عنها تماما. الحقيقه ان الجزء اللي جاي من الفيديو انا ما كنتش هعمله، ولكن لقيت ان انا عندي يعني عجينه باف بيستري متبقيه جزء صغير، فقلت ليه ما نعملش كوكيز البالميه على السريع كده. فطبعا بناخد شويه سكر وببتدي ان انا ارشهم على العجينه بتاعتي وامشي بالروله بحيث ان هو يلزق. طبعا هيلزق بمنتهى السهوله نتيجه الزبده الكتير اللي في العجينه. الكلام ده بنعمله سواء من فوق او من تحت. وهبتدي ان انا اجيب بدايه المستطيل تانيتين كده قد بعض على بعض، وبعدين طبعا الجزء التاني كمان من المستطيل بنفس الشكل، وبعدين بحطهم هما الاثنين على بعض فبيبقى الشكل المميز بتاع البالميه. ما تحاوليش انك تكبري عن 1 سنتي وانتي بتقطعيهم عشان خاطر يطلع معاكي مقرمش لما يتخبز في الفرن. شايفين شكله جميل ازاي؟ هبتدي ان انا ارصهم على صينيه الخبز بتاعتي، وطبعا تسيبي ما بينهم مسافات كبيره لان طبعا بيكبر في الفرن، وبس بفتحهم فتحه صغيره كده بحيث ان هم يبقوا شكل حرف الفي عشان يدي الشكل الحلو لما يدخل الفرن على بقى فرن مسخن مسبقا على 200 درجه مئويه ليخرج بهذا الجمال. شفتوا عملنا اشكال جميله جدا من الباف بيستري وسريعه ومفيش اسهل من كده. جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه.